لو عايزة تصبغي شعرك للعيد أو للمناسبات اللي جاية يبقى عليكي بالوصفة دي. وصفة تنفع ليكي ولبنتك، هتخلي شعرك أحمر ولونه ملفت جدا، والكل هيسألك ايه الوصفة اللي انت حطاها على شعرك. صبغة طبيعية، مكوناتها كلها طبيعية وفي متناول ايد الجميع ومش غالية خالص. متنسيش اللايك ويلا كملي الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. زي ما انا قلت لكم في بداية الوصفة ان انا هعمل النهاردة صبغة طبيعية جدا جدا ورائعة للشعر. ما دام احنا داخلين على مناسبات كتير جدا وداخلين على العيد، فيلا بينا نعمل نيو لوك جديد ونغير من شعرنا. الوصفة دي مناسبة جدا للاطفال وهتغير شعرهم، وشعرهم هيبقى احمر وجميل جدا جدا. وانت كمان تقدري ان انت تعملي الوصفة دي بسهولة في البيت. مكوناتها كلها طبيعية غير مكلفة بالمرة. فيلا بينا نعرف ايه هي الوصفة دي. المكون الاول المهم عندنا النهارده وهو الاساسي في الوصفه كلها هو البنجر. البنجر من الحاجات والمكونات الطبيعية اللي ربنا خلقها، اللي بتصبغ الشعر. سبحان الله، فيها صبغة طبيعية 100%، تقدري ان انتي تستخدميها للشعر. كلنا عارفين طبعا اللون اللي بيطلع منه البنجر، لون احمر قاني حلو جدا جدا. فيلا بينا نعرف مع بعض خطوات الوصفه النهارده. تمام. اهم حاجه بس في الموضوع كله، ما تنسوش دايما تشوفوا اول كومنت هسيب لكم فيه وصفه لتطويل الاظافر، وكمان لينك لتطويل وتكثيف الشعر في خلال 3 4 ايام. فحاجه كده جميله جدا وسريعه. يلا بينا مع بعض. اول حاجه هبدا اعملها وهي ان انا هلبس جوانتي عشان ايدي ما تتصبغش. اول حاجه هعملها زي ما قلت لكم ان انا هبدا اقشر الوصفه بتاعتي، وهلبس جوانتي عشان انتوا زي ما انتوا شايفين لسه ما بدأناش نعمل اي حاجه، وما شاء الله الصبغه نزلت. فتخيلي الصبغه دي بقى على شعرك لونها هيبقى عامل ازاي. سبحان الله، شايفين حاجه كده ما شاء الله جميله جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين اهو البنجر بتاعي غسلته كويس وقشرته كويس. هبدا ان انا بعتذر عن الصوت ابشر بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين يا بنات اهو ده البنجر المبشور. شايفين سبحان الله اللون والصبغه طالعه قبل حتى ما اعمل الوصفه او ابدا ان انا انفذها. زي ما انا بشرت المكون ده هقول لكم برضو ازاي. بصوا بنستخرج الميه بتاعه البنجر. بحط نص كوبايه من الميه على البنجر. بصوا بساعد اللون على ان اللون البنجر يخرج من البنجر نفسه بالميه. لسه ما عملتش اي حاجه، انا هسيب الميه بتاعه البنجر كده يتنقعوا لمده 10 دقايق وبعدين هرجع لكم تاني. شايفين بقى الميه بتاعه البنجر ما شاء الله ازاي بقت يعني لونها قوي جدا، حاجه كده ما شاء الله روعه جدا جدا. اهو شايفين ميه لونها قوي ازاي. هبدا ان انا بقى اصفي المكون ميه البنجر في الطبق ده اهو بالشكل ده. بسم الله. عايزه اقول لكم ميه البنجر يا بنات قويه جدا جدا، هتغنيكي عن كل الصبغات الغير طبيعيه اللي ممكن تستعمليها بالشكل ده. شايفين يا بنات اللون ما شاء الله قوي جدا وحلو ورائع جدا جدا. يلا بينا مع بعض بقى نكمل الوصفه وهقولكم ايه اللي احنا هنحطه ونستخدمه على الوصفه بتاعتنا. المكون الاساسي والرئيسي النهارده للوصفه وهو هيكون النشا. النشا معروف ان هو بيفرد الشعر، بيبقى رائع جدا جدا على الشعر، بيفرده بينعمه. فاحنا هنعمل النهارده وصفتين في وصفه واحده، هنلون الشعر وكمان هنفرده. هبدا احط اول معلقه من النشا ونص معلقه تانية من النشا. هتقلبي الوصفه كويس جدا جدا بالشكل ده عشان النشا ما يكلكعش في الوصفه بتاعتنا. بعد ما قلبته كويس جدا جدا وسيحت النشا في الوصفه بتاعتي، هبدا ان انا اضيف المكون التاني عندنا المهم جدا برضو لصباغه الشعر وتنعيمه وفرد الشعر. المكون التاني اللي هنحطه هو المايونيز. المايونيز بقى بيعمل ايه للشعر؟ بينعم الشعر جدا 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 وبيخليه سايح كده وبيثبت كمان الصبغه. فهيفيدك قوي في الوصفه النهارده. لو مش عندك مايونيز ده هحط معلقه واحده فقط. لو مش عندك المايونيز ده تقدري ان انت تستخدمي حمام كريم برضو هيساعد في الوصفه. وبعدين بتبداي تقلبي
المكون برضو في بعض. لو خدتي بالك اللون بتاع الكركم بدأ يفتح، قصدي لون الشمندر نفسه بدأ ان هو يبقى فاتح. قلبي كويس جدا جدا جدا. بعد ما قلبت كويس هحط برضو مكون مهم جدا في الوصفه وهو حمام الكريم. حمام الكريم بقى انت ممكن تستخدمي بديل المايونيز اللي انا حطيته، ممكن تستخدمي حمام الكريم بس. انا بقى بصراحه بحب احط المايونيز وبحب احط حمام الكريم ده. ليه بقى؟ اولا ريحته بتبقى حلوه جدا وبتغير من ريحه الوصفه. تاني حاجه بحبها ليه ان هو بينعم الشعر جدا، وانا زي ما قلت لكم دايما الوصفات بتاعه الصبغه بحب ان انا انعم فيها الشعر عشان تبقى وصفتين في وصفه واحده، فبيبقى الفرق بجد يا بنات حلو قوي قوي لما بتكوني صبغه شعرك وكمان ناعم، فحاجه جميله. اهو حطيت معلقه واحده من حمام الكريم، قلبت كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. بدات ان انا اقلب، افضل تقلبي بشوكه عشان ده بيخلي الكريم يندمج مع الميه بتاعتك. اهو انا بقلب قدامكم عشان كل حاجه تبقى واضحه. بنات انا اتكلمت في الوصفه دي بالتفصيل ومش بشكل بطيء زي ما انتم بتقولوا لي في الكومنتات، انا بس بوضح لك عشان الوصفه ما تكونش بالنسبه لك متعبه وانت مش عارفه تنجحيها. فالناس اللي بتبقى عايزه تجري الوصفه وعايزه الوصفه سريعه، صدقوني مش دايما الوصفات السريعه بتجيب نتيجه عشان بتبقى انت مش فاهمه تستخدميها ازاي او ايه اللي هيخلي الوصفه تنجح. تمام. اخر حاجه عندنا بقى النهارده وخلاص مش هتعبكم معايا اكتر من كده، اخر حاجه اللي هي معانا دم الغزال. دم الغزال ده هو بقى ايه يعني اساسي معانا في الوصفه دي. بتروحي عند العطار وتقولي له انا عايزه دم غزال. دم غزال ده جميل جدا، هنحط منه معلقه واحده صغيره وهيعمل لون رائع جدا على الشعر، وهو ده اللي بيدي اللون الاحمر الرائع جدا. تمام. انا قلبت الوصفه بتاعتي اهو بشكل كويس زي ما قلت لكم، هبدا احط معاكم دم الغزال اهو يا بنات. حطيت معلقه واحده من دم الغزال بالشكل كده وهقلب كويس. بسم الله. شايفين اول ما حطيته شايفين لون الوصفه؟ عايزه اقول لكم لون الوصفه ده هيبقى على شعركم رائع جدا، هيدي لون رائع. شايفين اللون؟ لو انت عايزه لون اتقل، لون احمر اتقل، حطي من اللون ده تاني، لكن انا اللون ده بصراحه حلو جدا ليا وهيبقى جميل ليا والاختي وكده، فاحنا عايزين اللون ده، فانا مش هتقل اكتر من كده. انا هحط بس زي ما قلت لكم نص معلقه صغيره من دم الغزال. تمام. لو انت مش عندك دم غزال انت هتروحي عند العطار تقولي انا عايزه دم غزال، في كل البلدان موجود. لو مش موجود دم غزال ممكن تجيبي الوان طعام طبيعيه، ممكن تجيبيها بودر او ممكن تجيبيها سائله، مش هتفرق، الاتنين هيجيبوا نتيجه كويسه جدا. شايفين اللون رائع؟ شايفين اللون ده؟ لون صبغتنا الجميله اللي احنا عملناها النهارده اهو مع بعض. بتفرديها على شعرك كانك بالظبط بتعملي صبغه طبيعيه للشعر، كانك بتعملي بالظبط صبغه، كانك بتفردي ماسك على شعرك. هتبداي الاول من الاطراف لحد الجذور. تمام. لو انت عايزه كميه اكبر من اللي انت شايفاها قدامك دي ممكن تزودي الكميه اللي انا عاملاها النهارده. على كل معلقه او معلقتين من المكونات اللي انا هستخدمها هتزودي معلقتين زياده. لو انت شعرك تقيل كثيف طويل زودي الكميه دي. عايزه اقول لكم هترجعوا تدعوا لي حرفيا، هتفرق معاكم جدا 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 يا بنات الوصفه دي، ومن الاخر هتجيب معاكي ورائعه. متاكده ان انت هتدعي لي وهتحبي الوصفه دي. احنا كده خلصنا الوصفه النهارده بتاعتنا. بتسيبي الوصفه دي على شعرك من 4 ل 6 ساعات، بتديكي لون رائع جدا جدا، وبعدين بتغسليها عادي بالشامبو وبالميه كويس جدا جدا. وصفه طبيعيه لا هتدمر لك شعرك ولا هتعمل اي حاجه نتيجه الصبغات نهائي، كلها مكونات طبيعيه 100% وحلوه جدا. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. بحبكم جدا ومع السلامه.